السلام عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض لانشون الفراخ في البيت بدون جيلاتين، بدون تكاليف مرتفعة، صحي، بدون كمان ألوان صناعية. ولو جربتي كمان قبل كده تعمل اللانشون في البيت وباظ منك، اوعدك بعد الوصفة دي تعمليها بحرف وهيطلع معاكي أحلى من الجاهز مليون مرة. وزي ما انتوا شايفين الخامة طالعة عاملة ازاي، في منتهى الجمال والروعة. وهيفضل قوامه الحلو ده حتى لو قعد يومين أو أسبوع، ولو طلع برا التلاجة مش هيطرى ولا يتقطع. يلا بينا نشوف مكونات اللانشون. معايا 800 جرام من الفراخ، ومعايا بيضتين، ومعايا 5 مثلثات من الجبنة، اي مثلثات انت بتستخدميها، ومعايا مكعبين من مرقة الدجاج، اي دجاج انت بتفضليه وبتستخدميه، ومعايا كمان البهارات بتاعتي اللي انا هقولك عليها. اول حاجة حطيت كده الفراخ في الكبة وضربتها زي ما انتوا شايفين، نزلت عليها ببيضتين. معايا البهارات بتاعتي معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة من البابريكا، وده عشان اللون بتاع اللانشون. معايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وزي ما انتوا شايفين برضو نزلت ب5 مثلثات من الجبنة، ومعاهم مرقتين من الدجاج. ويفضل ان مرقة الدجاج قبل ما تحطيها تهركيها. بعد كده نزلت عليهم ب5 معالق من الدقيق، اي دقيق موجود معاكي سواء دقيق غلة او فينو، تنخل الدقيق طبعا قبل ما تحطيه. نزلت ب5 معالق من الدقيق طبعا. وهضرب اللانشون بتاعي تاني زي ما انتوا شايفين، انا عايزاها عجينة طرية جدا، يعني مفيهاش اي تكتلات خالص. بعد ما ضربت كده اللانشون بتاعي خالص زي ما انتوا شايفين، وبقى القوام بتاعه طري جدا. انا مش هسوي اللانشون بتاعي لا في ستريب شراب، ولا في ورق سلوفان، ولا في ورق زبدة، ولا اي حاجة خالص، عشان الحاجات دي ممكن تكون تمنها غالي لبعض الناس. فانا النهارده سويت اللانشون بتاعي في كيس عادي خالص من الاكياس البلاستيك. بس كده قبل ما تحطي اللانشون بتاعك فيه تدهنيه كده بالزيت، وتدهني برضو المعلقة اللي انتي هتفضي بيها. هتفضي اللانشون بتاعك في الكيس، وهتمسكيه كده بعد ما تفضيه خالص، هتمسك الكيس بتاعك من الاطراف وتخبطيه كام خبطة كده على الرخامة عشان اللحمة بتاعك تتساوى كله. وبعد كده هتحطيه في الكيس، تربط الكيس جامد وتحطيه في كيس تاني، وبإبرة كده بتاعت الطرحة، وتبدأي تعملي أخرام في الكيس بتاعك عشان طبعا ما يفرطكش في المية. انا هسويه في علبة السمنة الرواب الفاضية، بس لازم بأي أداة كده حادة، وتروحي مسوية الأطراف، تسوي الحواف بتاعت علبة السمنة عشان وانت بتحطي اللانشون ما تتجرحش ايديك. فلازم تسوي الحواف كده كويس بمادة، أي مادة صلبة أو حديدة كده معاكي تكون ضخمة. بعد كده وانت قبل ما تحطيه في الكيس، هتحطي الحلة بتاعتك على النار، طبعا فيها مية بتغلي أكتر من نص مية. تحطي فيها الحب السمنة بتاعك أو علبة السمنة بتاعتك، هتخلي العلبة متعرية، وهتغطي الحلة بس. هيفضل معاكي كده على النار، ممكن يفضل معاكي من ساعة أو ساعة وربع، يعني في الحدود دي. يعني أنا على حسب ما انت تبصي فيه كده تلاقيه استوى، يعني مش هياخد معاكي أكتر من كده. يعني في الحدود ساعة وساعة وربع هتلاقيه بقى تمام. هيطلع معاكي بالقوام زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين قوام اللانشون عامل ازاي؟ مهما اشتريتي طبعا اللانشون من بره مش هتجيبيه بنفس القوام ونفس التحفة اللي انتوا شايفين. هتحطيه في تلاجة وهتطلع منه ساعة الاستخدام. ينفع تديه لأولادك طبعا اللانش بوكس. طبعا في الصبح احنا بنحتار بنحط لأولادنا ايه في الفينو. دي حاجة كده صحية وحاجة سهلة وبسيطة، عملناها بسرعة، عملناها بأقل الإمكانيات. ممكن وانت بتجهزيه في الكبة تحطي فيه زيتون مخلي، تحطي فيه فلفل اسود، تحطي فيه لون صناعي، الوان غذائية اللي مصرح بيها من وزارة الصحة. عايزة تشكل فيه، يعني عايزة تحطي فيه اي حاجة من الحاجات دي حطي فيها، بس انا حبيت اعمله خام زي ما انتوا شايفين. وان شاء الله هكمل معاكم وصفات المدارس، هعمل معاكم كل حاجة كده اطفالنا بيحبوها وهم رايحين المدرسة. وده كان اللانشون بتاعنا النهارده. يا رب اللانشون يكون عجبكم، والفيديو اللانشون يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله. وشكرا على كل تعليق حلو انتوا بتكتبوه لي، ان شاء الله اشوف صفات حلوه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.